تسديدة ولكن يغير الكرة في الجهة اليسرى خطيرة. السماني يلعب الكرة عرضية جول. هدف أول لعبد السلام الفيتوري. اظهر وبان يا عبد السلام الفيتوري، عليك الأمان يا فيتوري. يسجل أول أهدافه، كرة عرضية اسيست من سماني الصاوي، وأكيد لم يرفض الهدية، لم يكذب الخبر عبد السلام الفيتوري ليكون أول الأخبار والخبر العاجل. فريق الاتحاد يسجل أول الأهداف هنا على أرضية ملعب مصراتة. أول أهداف الفيتوري، وأيضا لديه هدف في مباراة التحدي. هذه الجماهير الحاضرة المؤازرة المناظرة المناصرة في هذه المباراة. كما ذكرت يعني كل فريق يبحث عن نصف الفرصة، وفريق الاتحاد في آخر الدقائق يزين الجهة اليسرى لشاشة ليبيا الأحرار. هدف أول لفريق الاتحاد. هذه الكرة السماني لعب العرضية وسط غفلة، وسط عدم تقدم، وسط عدم تركيز من كوليبالي وعلي عبيد. هذه مهاراته وهذه إمكانياته وهذه أيضا أهدافه. وأكيد يلعب الكرة بطريقة ذكية على يمين الحارس عمار مسعود. عمار تتحدث أينما قدم من أين أتى، من آل بنغازي. لعب كرة خادعت الجميع. أكيد حاول أن يبعدها محمد الفرجاني، ولكن خلاص كرة تيمن عمير تريد أن تدخل في الشباك وتريد 41 في الشوط، في نهاية الشوط الثاني. يعني أوقات الأهداف أتت في توقيت رائع، ولكن رأينا انخفاض الرتم في هذه الدقائق. الانخفاض اللي ما يساعدش على المحلل وعلى المعلق وعلى المتابع إكمال المباراة. كرة خطيرة في المرمى. طارق جمال يسجل الهدف الثاني في آخر الدقائق. كنت سألملم أوراقي، سأقول خلاص التعادل 1-1، ولكن يكذبني. يرد علي طارق جمال، طارق بهدف ثاني بتصويبة. طارق جمال على غير العادة يا طارق، على غير العادة. طارق جمال بدون أن ينظر للمرمى لعب الكرة وسجل هدف في آخر الدقائق. تشهد الجديد والمفيد هو هدف طارق جمال. تسديدة نارية، تسديدة في المرمى سكنت شباك الحارس عمار مسعود. هدف بطريقة رائعة، هدف بطريقة جميلة. لا يعرف سر الهدف إلا اللاعب رقم 5، وفي الدقيقة 92 هو من سجل، هو اسمه وعنوانه. عنوان الهدف طارق جمال بتسديدة قوية لم يراها أحد، حتى الحارس عمار مسعود لم يراها. رأتها شباك الاتحاد المصراتي فقط، وهي من أوقفت هذه الكرة. الرمية تماس. هذه الكرة، هذه اللحظة، هذه الإعادة. لعب الكرة 1 و2. طارق جمال على طول أخذ الكرة من تحت، لعب الكرة في